السلام عليكم، معكم بوب وراقب مقطع جديد، وهالمرة مو سفرة جديدة. هالمرة المقطع راح يكون فضفضة، مقطع من المقاطع اللي أنا بحب ما كتير كتر منها بهي القناة بالذات، قناة بو فلوجز اللي هي قناة مختصة بالسفر. ومتابعين هي القناة واللي بتابعوني أغلبهم من الجنسيات العربية المختلفة. عندي نسبة كبيرة بتتابعني من السعودية ونسبة من المغرب العربي، فبالتالي صعب كتير الناس تفهم كيف أنا كنت بعاني من السفر بظل وجود هذا الشيء اللي هو الباسبور السوري. فبهذا المقطع بدي احكي لكم معاناة شخص عن جد عن جد عن جد لا توصف. كبرت وترعرعت وانا خايف من الجواز السوري، وانا بعرف قديش انا علي هيك مثل كانه علي لعنه مو انا اللي اخترتها، مو انا اللي اخترت انه اكون انا سوري، ولا انا اللي انولدت بهذا الباسبور. هو شيء بيجي مع البني ادم لما ينولد بحياته، ما حدا اختار جنسيته قبل الولاده. فبالتالي بدي احكي لكم كميه المعاناه اللي عن جد كنت عانيها. بدي احكي ان شاء الله كيف انا هلا بتوقع الموضوع راح يتوجه للافضل، كيف مقاطع هي القناه راح تكون للافضل ان شاء الله. هلا اول نقطه يا جماعه، انا صدقا 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 الله بيعلم قديش كنت اتغلب لما بدي اطلع فيزا على هذا الجواز. يعني كثير 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 بالاول صورت مقاطع جوا تركيا، كونه انا مقيم بتركيا وبدرس جامعه بتركيا. فبالتالي كنت يعني حب السفر. بديت بالمدن التركيه، خلصتها كلياتها. لما خلصت المدن التركيه صرت بدي احقق الطموح الاكبر، اللي هو شو؟ اللي هو انه احط على باسبوري اختام، يعني ظبط الوضع. فحلو انه الواحد يختم على جوازه يسافر، بعيدا عن الموضوع المادي اللي اصلا اغلب العرب للاسف ما بيقدروا يسافروا بسبب الاوضاع الماديه اللي موجوده بدولنا. لكن نحن كسوريين منزيد على موضوع المادة موضوع صعوبة وتقييد حركتك بدون فيزا في ظل وجود الجواز السوري هذا، اللي هو مثل ما حكيت لكم مجرد لعنة بتلاحقك بدون ما تكون انت مخطط لها، بدون ما انت تكون مقرر هذا الشيء. صدقا يا جماعة الدول اللي سافرت لها وصورت لكم مقاطع فيها على اليوتيوب، او صورت لكم مقاطع عنها باليوتيوب، الله بيعلم قديش كان الموضوع صعب، قديش كان الموضوع اخذ مني جهد لا يمكن وصفه. لبلاد ممكن انتم او اي حدا او اي باسبور ثاني عربي يعني بيسافر لها بكل سهولة. على سبيل المثال المقاطع الاخيرة اللي كنتوا عم تتابعوها بقناتي، اللي هي يعني مقاطع لها علاقة بقبرص التركية، شمال قبرص، او جمهورية شمال قبرص التركية. هي الجمهورية يا جماعة ما حدا بده فيزا مشان يسافر لها إذا كان معه إقامة تركية إلا الباسبور السوري. فلما أتوجه للسفارة يعني بحكي لهم بدي تأشيرة مشان أسافر على هي الدولة، صدقا صدقا كمية الصعوبة بالتأشيرة لا يمكن وصفها. كمية قديش بتحس بإنه غير مرغوب فيك. يعني من لما تروح بدك فيزا، طيب اثبت لنا انك انت ما رايح تعمل لجوء، اثبت لنا انك انت شخص طالع بهدف السياحه. وكأنه السياحة فيكم تحكوا هي صارت حكر على ناس معينين، ونحن السوريين لا يمكن لنا، أو يعني مو منطقي نطلع نسافر سياحة مشان نصور، مشان نشوف الدنيا كيف، مشان مثل ما بيقولوا بالسوري نشم هوا ربنا. يعني هذا الهوا ربنا أعطانا إياه، الكرة الأرضية كلياتها ما لها حكر على حدا. فصدقا كنت لما اسافر او لما اطلع فيزا مثلا مثل تاشيره شمال قبرص، رحت على سفاره 3 مرات بمدينه ثانيه او بعاصمه المدينه اللي انا فيها. انا عايش بالانيا، فكنت روح على انطاليا مره ومرتين وثلاثه. بدهم اوراق تثبت انه انا راح ارجع، مثلا مثل الورقه اللي بتثبت اني انا بدرس جامعه، وما لازم تكون سنه اولى، لازم تكون سنه ثالثه رابعه مشان يضمنوا انه ارجع على تركيا. كشف حساب بنك فيه مبالغ ليست بالهينه، بالاضافه لامور كثيره وتعقيدات كثيره. هي شو؟ هي نحن عم نحكي على جمهوريه اصلا ما حدا بده فيزا لها الا هذا الباسبور السوري. فما بالكم لما نحكي لكم عن فيز مثل اوروبا، فيز مثل الفيز الصعبه اصلا على العربي، فما بالكم على السوري. هي الفيز بصراحه كانت مستحيله، يعني لا يمكن لجواز سوري ياخذ هي الفيز الا 0.00001%. اللي عندهم يعني ملايين ومليارات الدولارات بالبنك، هذول ممكن يراجعوا بامرهم ويعطوهم تاشيره لاوروبا او لامريكا او للدول الصعبه فيزتها، يعني مثل اغلبها دول غربيه هي يعني. فبالتالي هلا بدي انتقل لقسم الدول العربيه. يعني كثير ناس للامانه، يا الله نحن الشعوب شو بنحب بعضها، كثير ناس للامانه من الناس اللي بتتابعني يعني بتقول لي تعال صور بلدي، تعال صور بلدي، خاصه اهل المغرب العربي. جماعه المغرب، جماعه الجزائر اكثر ناس بحسهم يعني عربيين، ينتمون للعرب، مع احترامي لباقي الدول العربيه، لكن الجزائر دمهم عربي بحسهم. يعني لا ما معترفين بحدود سايكس بيكو اللي انرسمت عندنا، وصار الواحد بده يعترف فيها وبده يكون صاحب قوميه عربيه مختلفه، مع انه نحن كلياتنا بيجمعنا تقاليد مختلفه، تقاليد مجتمعه يعني بشكل عام، تقاليدنا قريبه على بعض، اكلاتنا مختلفه، لكن بيضل عنا نفس واحد، بيضل عنا حب لبعضنا.
على كل الأحوال للأسف هي الدول كان من المستحيل سافر لها على هذا الباسبور، خاصة المغرب عطيتنا بلوك، كانت ممنوع إنه نسافر لها. حتى الدول العربية يعني بعضها أنا كثير كثير كنت بحب سافر على الدول العربية بصراحة. يعني الدول اللي سافرت لها وصورت لكم مقاطع فيها هي الدول اللي عن جد كنت أقدر سافر لها وبصعوبة شوي، بس كانوا قادرين. مثل السعودية مثلا. السعودية أنا بالرغم من إني درست الثانوية العامة هنيك وعشت هنيك فترة طويلة، كان مو صعب كثير انه اطلع السعوديه، وطلعت الحمد لله وصورت لكم مقطع، وان شاء الله بالمستقبل اكيد راح اصور مقاطع بالسعوديه. انا شخص كثير يعني بحب انه يصور بالدول العربيه بشكل عام. لكن مثلا اعطيكم مثال المغرب، يعني كان عاطيتنا بلوك. وفي دوله عربيه ثانيه ما بدي اذكر اسمها مشان ما يصير خلافات، يعني دوله سكانها لطيفين جدا جدا، طيبين جدا جدا. فحاولت اخذ تاشيره من هي الدوله بيوم من الايام، او اتصلت على السفاره يعني هون بانقره بتركيا، قلت لهم مرحبا بدي اطلع تاشيره، شو المتطلبات؟ قالوا لي اول شغله انت من وين؟ قلت لهم انا من سوريا. قال اها لا 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 ما ينفع تاخذ تاشيره، ما بصير تاخذ تاشيره. قلت لهم ليش؟ قال لانه السوريين ممنوع ياخذوا تاشيره سياحه او شيء، نحن فقط بدك كفاله وتطلع بمليون قصه مشان تطلع كمستثمر، لكن لا يمكن تطلع كسائح. شفتوا كيف؟ كانوا مهمشيننا يا جماعه، الناس همشتنا. هذا الجواز ذلني بظل بشار الاسد المجرم طبعا، يلي بصراحه يعني ما بقدر اوصف قديش انا كنت شخص بيكره النظام السوري، قديش انا عائلتي عانت منه. انا صار لي 14 سنه خارج سوريا، او 13 سنه تقريبا. هدول سنين كبرت فيهم برا بلدي، برا سوريا. فللاسف كان عم يحاول يقتل الانتماء عنا، كان يحاول يمنع الانتماء، انه خلص كانك لو شخص معارض للنظام المجرم اللي هو نظام الاسد، كان لا يمكن انك تكون جزء من سوريا او بلدك. يعني ما بصير انك تكون حدا معارض للقمع وللوحشيه وللوضع الحثالي والزباله اللي عايشين فيه بسوريا، لا كان لازم تأيده مشان تقدر تنزل على سوريا. في ناس كثير صراحه من الفلوجريه العرب كانوا ينزلوا على سوريا في ظل النظام المجرم، هدول ان شاء الله كلهم بالمستقبل بدي اعمل عنهم مقاطع. غير مرحب باي سوري كان ينزل يروج لوزاره سياحه النظام المجرم، هذا شيء غير مقبول ابدا ابدا ابدا. نيجي لموضوع بصراحة اللي هو المستقبل، كيف أنا بنظر بإذن الله بعد ما رحل الأسد، يعني كيف ما كانت الأمور راح تكون أحسن بصراحة، خاصة على صعيد جواز السفر. إن شاء الله بصير عندنا وزارة خارجية، إن شاء الله الدول العربية قبل الغربية بتفتح لنا بنقدر نسافر. واكيد اكيد امنيتي حاليا ارجع اصور لكم مقاطع عن بلدي، عن سوريا. انا فتلت تركيا، فتلت دول كثير، يعني سافرت على اماكن بكل فرصه كانت تجيني فرصه اني اسافر، يعني حاولت اسافر، بالرغم من انه انا اللي بيتابعني بيعرف انه انا بسافر بشكل اقتصادي. فحاولت قدر الامكان انه اسافر بشكل اقتصادي لدول او مناطق بتركيا ودول برا تركيا، لكن بلدي اللي هو بلدي ما كنت عم بقدر اسافر له، ما كنت عم بقدر اعمل مقاطع منه، ما كنت عم بقدر ورجي الناس من وين انا، من وين بنتمي، قديش انا بفتخر بانه انا شامي، انا عربي، لا اعترف بحدود سايكس بيكو والاجرام اللي بيصير ببعض الدول العربيه عنا. باذن الله رح يكون الوضع احسن، يعني رح اقدر اسافر بجواز سفر لاماكن اكثر، رح اقدر ارجع لبلدي اصور لكم مقاطع من بلدي، وارجيكم قديش نحن بنحب الحياه، قديش نحن ناس بنحب العرب، بنحبكم، بنحب كل حدا من يعني قريب علينا بالشرق الاوسط. انا عربي وافتخر، وباذن الله الامور راح تكون احسن سواء بسوريا وباقي الدول، والله يديم علينا الامن والامان بكل دولنا العربيه ويخليها باحسن حال يا رب. بعتذر طولت عليكم كثير في هالمقطع يعني، بس لازم عم فضفض لكم شيء انا ما كنت بقدر احكي لكم اياه بمقاطعي، ما كنت بقدر احكي لكم قديش انا مذلول وخايف احكي عن هذا الباسبور وقديش هو زعلني. اصلا تجديده اغلى تجديد بالعالم، يعني بدفع، انا اللي بتابعني على الانستغرام بيعرف عملت مقاطع كذا مره عن تجديد هذا الجواز، ندفع $1000 كل سنتين، بس لانه نحن مطلوبين على العسكريه مشان نقتل اخواننا اللي عم بيحاربوا. يعني قصه طويله، مثل هو حولها حرب اهليه نظام الاسد المجرم، بس الحمد لله الامور تحسنت. باذن الله تعالى راح يكون الوضع كلياته للافضل، المقاطع المستقبليه راح تكون احسن. عندي هلا مقاطع بصراحه مصورهم بانطاليا وبكذا منطقه تركيه، واخر مقطع لقبرص لسه ما نزل، راح ينزلوا قريبا. وبس لينزلوا ان شاء الله منتظر تفاعلكم، لانه مقاطع كثير عذبتني وكان صعب اني اصور لها، خاصه بواحد مثل وضعي اللي انا بصور باقل الامكانيات. انا طالب ما عندي دخل مادي مثلا بيساعدني انه اصور واعمل، فبحاول اعمل باقل الامكانيات، وان شاء الله الامور بتكون بالمستقبل احسن على جميع الاصعده بخصوص هي القناه وبخصوص الامور كلياتها. شكرا اللي تابع لهون، هذا شخص عن جد بيعني لي، لانه بيهمه امور قناتي وبيهمه يدعمني.
وان شاء الله القادم اجمل. يا جماعه اللي حابب يكون اقرب الي وحابب يدعمني بشكل اكثر ويعطيني افكار ونتشارك مع بعض ونصير اصدقاء اكثر، تابعوني على الانستغرام، هونيك انا بكون فعال متفاعل، بنزل اشياء يعني كمان لها علاقه بالسفر، لها علاقه بالسفر بشكل اقتصادي جدا طبعا، وبالاضافه لامور ثانيه حسب الامكانيات. فنحن بادين بنتمنى من رب العالمين انه ييسر. طبعا انا اللي ما بيعرف، انا هي قناتي الثالثه بالاساس، عندي قناتين كلهم تعدوا 100,000 من زمان، بس ما كنت اقدر اسافر فيهم، امور طويله. انا اعشق السفر، لكن هي القناه هي القناه اللي انا بحبها، اللي بعمل فيها شيء انا عن جد بنبسط وانا عم بعمله. فان شاء الله ييسر لنا كلياتنا نكون باحسن حال، دائما علينا الامن والامان وكل الخير لنا كلياتنا. ان شاء الله كله يكون افضل بالمستقبل. بحبكم ومع السلامه.